السلام عليكم. مشروع قانون جديد يقدمه حزب ليغا نورد في السيناتو ديلا ريبوبليكا يعني مجلس الشيوخ. الهدف ديالو هو أنه يزير القوانين على الأئمة والمساجد. تيقولوا بأن الهدف من هذا القانون هو أنهم يشدوا الرقابة على المساجد وعلى البلايص اللي يصلوا فيهم المسلمين، ويعرفوا الأموال اللي تتجمع بحساب هذه المساجد منين جاية، باش تعرفوا المصدر ديالها، واش فيه شبهات ولا لا. ثاني حاجة تيقول لك بأن الأئمة خصهم يديروا الخطبة بالطليانية، يعني باش تكون هناك شفافية ويعرفوا تما شنو تيتقال في المساجد. ثالث حاجة تيقول لك بأن خاص يولي السجل ديال الأئمة معترف به في الطاليان، يعني ماشي غير يجي الواحد ويولي إمام، خاصو يكون عارف القوانين الطاليانية وتتماشى مع القيم الإيطالية. قبل ما نختموا هذه الحلقة بغيت نعرف الرأي ديالكم، واش هادشي تيبان لكم فيه تضييق على المسلمين أو لا بالنسبة لكم إجراءات عادية؟ وفي نفس الوقت عندي واحد الملاحظة بالنسبة لليغا نورد، فين ما وقعت شي حاجة باش كما تيقولوا الطاليان ديستولير لاتنسيون، باش ما يواجهوش المشكل اللي هو حاضر دابا اللي هو المشكل ديال السيكوريتسا، تيبينوا بحال هاد الحوايج تيهاجموا المسلمين. فهذه بالنسبة لي أنا غير ديماغوجية اللي باغين بها يفاوتوا لاتنسيون على المشاكل الحقيقية ديال الطاليان. وما تنسوش تكتبوا لي الرأي ديالكم في الكومينتي، وديروا لايك وتسجلوا في القناة، والسلام عليكم.